بيحاولوا ان هم يغيروا كل واحد باسلوبه بطريقته، بما اعطاه الله من موهبه. ممكن زي شبابنا اللي معانا في الاستوديو النهارده بيحاولوا ان هم يغيروا يعني يغيروا سلبيات ويحطوا نقاط ضوء على الايجابيات يبرزوها، يحلوا مشاكل من خلال اداء رفيع. الحقيقه انا مسميه انه اداء رفيع المستوى، وكلام ممكن يفهم، كلام بسيط قوي ممكن يفهم ابسط المواطنين او ابسط المشاهدين مشكله كبيره قوي سياسيه، مشكله كبيره قوي اقتصاديه، لكن بيحللوها بيقدموها لهم ببساطه عشان يستوعبوها ويفهموها ويحاولوا ان هم يعني يتفاعلوا مع هذه المشكله. شباب النهارده هبتدي اعرفهم، بعد كده هم هيقدموا نفسهم كمان هيورونا بعض من عروضهم. معانا استاذ احمد عزب مايسترو الفرقه ورئيس فريق الغنى، مطرب وملحن. اهلا بيك. ومعانا كمان تقى محمد، ممثله وفي كليه تجاره، اهلا بيكي. وطارق المصري كليه تربيه رياضيه وايضا ممثل، اهلا بحضرتك. ومايسترو يعني مايسترو فرق لحد ما الى جانب احمد الاستاذ رامي شحاته عبد الفصيح، ممثل والمخرج. دايما المخرج يكون هو يعني الابر هاند زي ما بيقولوا في الفرقه يعني. اهلا بحضراتكم جميعا. اهلا وسهلا بحضرتك. بدايه كده انا عايزه الومكم في الحقيقه، الومكم لانه انا مش بعرف اعمالكم غير لما احنا بنشوف بعض. ده حقيقي. لكن اعمالكم حقيقي تستاهل ان الناس تعرفها اكتر، ان يكون في دعايه. انا عارفه الدعايه ممكن تكون مكلفه، لكن دلوقتي الانترنت والفيسبوك والكلام ده كله يعني الحكايه بقت سهله. محتاجين ان احنا نتوسع شويه علشان فعلا الناس تتذوق هذا الفن اللي بقول عليه انا يعني عوده للفن الراقي. في البدايه حابه انه كل واحد يعرف نفسه كده ببساطه وازاي اتجه للمجال ده. نبدا بيك يا احمد. انا احمد عزب، مطرب وملحن. بدات يعني من معهد الكونسرفتوار، درست الموسيقى والجيتار وتدريبات الصوت والحاجات دي، وبعد كده اتجهت على طول للقناه الخامسه. انا بدايتي هنا من القناه الخامسه. دخلت عادي اختبارات الاذاعه، نجحت واعتمدت في الاذاعه والتلفزيون. بعد كده بدات اتجه ان انا اعمل بقى اغنيه وان انا انزلها للناس واشوف رد الفعل بتاعهم ايه وكده. فالحمد لله يعني ربنا وفقني ان انا عملت اول اغنيه وطرحتها ونجحت الحمد لله. بعد كده اشتغلت بقى مع منتجين وشركات يعني، وطرحت البوم اسمه هيتس 5 كنا كوليكشن مع نجوم مستر اكاديمي، وعملنا البرومو والكليب بتاعه على قناه مزيكا الحمد لله. طيب انت كانت دراستك في الكونسرفاتوار اكاديميه ولا كانت كهوايه؟ لا انا ما كنتش دخلت من البدايه، من البدايه يعني كانت هوايه، مش من وانا من سن صغير يعني. انا كنت في الكليه في يعني في الشتاء دراسه والصيف كونسرفاتوار. وتخصصت في الجيتار. الجيتار كلاسيكي ولا الكلاسيك العادي؟ بس طبعا انت عارفه بحكم دلوقتي السوق او بحكم الشغل بيدونا حاجات تقيله قوي كده نعزفها، وفي الكلاسيكيات اللي هي التقيله قوي دي دلوقتي خلاص بنعزف بقى اللي هو شغل السوق العادي يعني. طيب يعني. نيجي لتقى. تقى بقى لك قد ايه بقى مع الفرقه؟ انا بقالي سنه. دخلت المجال سنه. الاول انا كنت بشوف بروفات بتاعت ناس صحابي وكده، فكنت بنجذب قوي للموضوع ان انا اروح احضر عروض في مسرح استاد الجامعه او حاجه. بعد كده ابتديت احس ان الموضوع لا انا عايزه اجرب، فدخلت الموضوع واحده واحده، ابتديت اتدرب واتعلم. وقفت مره على مسرح، في الثانيه في الثالثه، فبالنسبه لي يعني بقالك قد ايه بقى في المجال نفسه؟ سنه بالظبط. سنه في التمثيل، سنه اول سنه في عمرك تمثلي. طيب يعني بس نسال الباقي عليكي بقى، ممكن يفتنوا عليكي يعني اثبتت ان هي السنه دي ان هي فعلا دي شاطره جدا وكويسه جدا ورائعه يعني. بتحاول انت ما اكتشفتيش الموضوع ده قبل كده في نفسك؟ لا هو انا كنت اصلا داخله الموضوع بطريقه تانية خالص. انا كنت داخله دانسر، كنت عايزه اتعلم بس الرقص الغربي تانجو وصلصه وكده بس كحاجه ليا يعني. فبقيت بقى لقيت ان صحابي ليهم في كذا مجال يعني، فابتديت لا شد بقى، فلقيت الموضوع لذيذ فحبيته بقى. جميل. طيب نيجي لطارق. طارق انت في سنه كام كليه؟ انا تربيه رياضيه. سنه اولى. سنه اولى. لسه حالا يعني لسه. طيب الموضوع بالنسبه لي كان بادئ من الثانويه العامه. هو في حد بيعمل حاجه في ثانويه عامه؟ كان انا كنت مدرسه. الثانويه العامه دي بتقضي على كل المواهب وعلى كل الامكانيات اللي عند اي حد. لا انا بالنسبه لي كان الموضوع اسهل من كده. كان في مسرح عندنا، فبدانا ان احنا نعمل سكتشات، بدانا نعمل حفلات تخرج للطلبه. الموضوع لما دخلت الكليه بقى بالنسبه لي انا داخل بدور اول حاجه في اول يوم في الكليه عن المسرح.
فدورت على المسرح ولقيت فريق ودخلت فيه، قعدت سنه اتعلم، وبعد كده اتعرفت على استاذ رامي، اتعرفت عليه، دخلت الفرقه بتاعته، اتعلمت ازاي اكون بطل، ازاي اطلع المسرح، ازاي ما اخافش. بس على فكره انتوا الاثنين قلتوا حاجه حلوه قوي، ان انا دخلت واتعلمت في اما الكورس. اول اساس التعليم. جميل جدا ان انا الاقي حد بيعلم مم. وبيعلم صح. فاعتقد ان المعلم ولا مين؟ بنحاول. هو انا بنحاول يعني. طيب. احنا بنحاول بس. طيب مش- استاذ رامي، حضرتك برضو يعني نحب نعرف مشاهدينا بيك غنيه عن التعريف بالنسبه لي يعني، بس ربنا بالنسبه يخليك. للناس ممكن ربنا يبقوا يخليك. لسه هو في ناس ما يعرفكش. انا حضرتك انا بدات برضو من ثانويه عامه على فكره، بقالي 11 سنه في المجال. داخل في حوالي 12 عرض تمثيل، وبين تمثيل وبين تاليف وبين اخراج. شغلت عروض كتير جدا. كان في اول يعني الحمد لله كان حظي ان انا اول عرض ليا خد اول على مستوى الجمهوريه، في طبعا باسم اسكندريه، وخد اول على مستوى اسكندريه. كان المخرج اسمه ممدوح حنفي، وكان العرض اسمه ترميمات الزمن القديم. بس الحمد لله بدايتي من كده، بدات اخش الكليه بقى، اخش العروض بتاعت الكليه ومسابقات مع مخرجين زي محمد مرسي وسامح الحضري، مخرجين اقوياء يعني، والحمد لله انا اتعلمت على ايديهم. يعني محمد مرسي دلوقتي هو رئيس مركز الابداع الفني على فكره، تمام، وتعلمت على ايديهم حاجات كويسه جدا. بدات بعد كده بقى، بعد ما خلاص بقى يعني انا خريج كليه التربيه اصلا، فبعد ما اتخرجت من كليه التربيه شغال اصلا في مجال التدريس. بجانب بقى مجال التدريس انا كده كده يعني بنمي موهبتي مع نفسي. دخلت فرق مستقله كتير جدا، وعملت فرق كتير جدا، وبدات بعد كده بقى احاول يعني اتجه للاخراج بقى في الفتره الاخيره، تمام، اللي انا خدت خبره تحاول اللي هي فعلا تخليني ان انا ابدا اشتغل في الاخراج. قبل ما ابدا اشتغل في الاخراج فعلا حضرتك يعني قلتي معلومه مهمه جدا، او ركزت على نقطه مهمه جدا، وهو تعليم الممثل. مهم جدا ان احنا قبل ما نشتغل ان احنا نخرج عرض، ان احنا نحاول نعلم الممثل ايه الاساسيات بتاعت المسرح، ايه الحاجات اللي المفروض ما يقعش فيها، من منطلق خبره، من منطلق اللي احنا اتعلمناه قبل كده من اساتذتنا برضو اللي احنا اشتغلنا على دي. بس فهي تناقل خبرات، بس ان انت بتاخدي رايه وبتسلمي بعد كده اللي بعد كده. طيب احنا تعرفنا بشكل سريع عليكم، حابين بقى ان احنا نشوف مع بعض كده نبذه من اعمالكم، المشاهدين يشوفوهم معانا، ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه. ده عرض اسمه ضحايا الوهم، ده اخر عرض لينا، كان معروض في استاد الجامعه، تمام. هو مفيش صوت في الفيديو؟ لا انا ممكن نشغله بصوت، هو احنا قافلين الصوت. لا انا ممكن هو العرض اسمه ضحايا الوهم. احنا كنا بنتكلم عن قضيه. ممكن نعليه شويه؟ اوكي.
تدونا فكره بقى عن العرض ده اسمه العرض ضحايا الوهم، كان بيتكلم عن جريمه قتل حصلت او جثه محروقه، فبندور اللي احنا مين اللي حصل كده. هو الموضوع فانتازيا اصلا، خيالي اكتر، بيتكلم عن صراع في الاخر خالص بنكتشف ان هو صراع بين الماضي والحاضر والمستقبل، اللي هو ازاي الحضاره اللي متمثله في العفريته اللي حرقت الجثه بتبدا اللي هي بتقول للناس او بتقول ان احنا متكاسلين جدا وشغالين في اليأس قوي وما بنقدرش ان احنا نغير ولا نقدر نعمل اي حاجه، فبالتالي اللي مش هيغير هينتهي وهيتحرق. ودي كانت نهايه الشخصيه المفروض اللي هي الجثه المحروقه. فاحنا بنقول ان اليأس اللي هو يموت، يعني احنا كنا رسالتنا في العرض اللي احنا نموت اليأس اللي جوانا ونحيي الامل ونحيي التفاؤل. تمام. فكان كل القصه اللي احنا بنزرع في الناس يا جماعه اللي احنا لازم يبقى عندنا امل، لازم يبقى عندنا تفاؤل في بكره، ولازم نشتغل، لازم نعمل. مش حاول ان احنا حصلت لنا اي ظروف مهما كانت الظروف دي صعبه، واحنا كلنا يعني احنا دلوقتي العالم كله مش مصر بس بتحاط بظروف صعبه، الارهاب بيحاوطنا من كل اتجاه، بنحاوط بظروف صعبه في كل انحاء العالم. فبالتالي مش احنا بقى اللي احنا يعني هنسيب بقى الظروف تتحكم فينا، لا احنا اللي هنتحكم في الظروف وهنشتغل وهنبدا نغير من نفسنا عشان نبقى احسن. يبقى عندنا ثقه في نفسنا ان احنا هنغير لان بكره هيبقى احسن. هو ده الهدف بكره من هيبقى العرض. احسن بينا. يعني كانت نظره مأساويه في البدايه وبعد كده في نظره تفاؤل في الاخر. طيب احمد عايزين نسمع. طيب نحب تسمعوا حاجه معينه يعني ولا لا شوف انت ممكن تسمعنا ايه واحنا بس انا بدات بدعاء ديني كده اسمه يا رب نولها لي. ده كان فتحه خير عليا الحمد لله، يعني من خلاله انا صورته. خلينا نسمعه يبقى فتحه خير على مصر كلها ان شاء الله. كده. والمخرج يعني محمد حمدي، استاذ ميدو منيب طبعا المنتج المعروف، يعني انتجه لي وصوره لي ونزلناه على قناه مزيكا كده. وكلام علي عبد السلام والحان كريم احمد وتوزيع وغنى احمد عزب. يا رب نولها لي واغفر لي سوء اعمالي، يا رب ده انت العالي ولا حاجه تعصى عليك، انت العالم بحالي وكل اللي بيجرالي، يا رب نولها لي جنة الخالدين، يا رب نولها لي واغفر لي سوء أعمالي، يا رب ده انت العالي ولا حاجة تعصى عليك، انت العالم بحالي وكل اللي بيجرالي، يا رب نولها لي جنة الخالدين، باب رحمتك دايما مفتوح وبلقى حنيتك مكان مبروك، باب رحمتك دايما مفتوح وبلقى حنيتك مكان مبروك، طبعا يا رب في رحمتك ومنايا ادخل جنتك، حتى الهدى من رحمتك يا ربي اديني. الله عليك جميل، الله عليك. طيب تقى وطارق انتوا انضميتوا بقالكم سنه ورحتوا المسرح الجامعه مش كده؟ انا اخدت اول ولا؟ جامعه عندنا في جامعه اسكندريه. كان في مسابقه كده تبع كليه تجاره، فاخدت فيها اول مركز اول فيها. يعني لا انا قصدي انتوا اول تجربه ليكم كانت على مسرح الجامعه ولا لا؟ لا احنا اول تجربه لينا كنا في مسرح
شبان المسلمين. طلعنا، وبعد كده طلعنا في الليسيه كان في عرض، وطلعنا في استاد الجامعة وعملنا سكتشات كده كوميدية بس انتوا دلوقتي الفرقه اللي انتم مكونينها كلكم مع بعض هي بتقدم عروضها على مسرح الجامعه؟ لا على اي مسرح؟ هي فرقه مستقله. فرقه مستقله. بس انتوا من ناحيه اخرى مشتركين بقى في مسرح الجامعه ولا لا؟ هم بعضوا بقى عن القصه، هم بداوا بيها وبعد كده اتجهوا للمسرح المستقل. يعني هم مشكله المسرح الجامعه اللي هم دايما بياخدوا بالقديم. يعني انا قعدت فتره قاعد مستني ان انا اطلع، فالفكره بيقول لك انا عندي قديم، عندي ناس احسن منك، فانت استنى لحد ما حد من القديم يمشي وبعد كده حضرتك تطلع. فدي كانت مشكلتي يعني في كذا جامعه نفس المشكله. ده انت على ما تخلص ما يكونش لسه في حد طلع ممكن. فبتفضل قاعد مثلا سنه سنتين ثلاثه انت مستني اللي هو بس تاخد دور صغير في مسرحيه. نفس مشكلتك يا تقى كانت مع مسرح الجامعه هو ده. انا بالنسبه لي اصلا كنت داخله اوريدي فرقه مستقله، يعني انا ما كنتش داخله. ما فكرتيش تروحي مثلا؟ لا ما فكرتش. فانا اوريدي كنت بره، يعني كنت الاول بدور ان انا اتعلم صح. تمام. بعد كده لما طلعت بقى وابتديت اخد الاساسيات اللي اقدر اشتغل بيها على مسرح، فبقى بالنسبه لي الموضوع. طيب بما ان احنا بنتكلم ان انتوا اتجهتوا لفرق يعني خاصه او فرق بعيده عن الكليات او الجامعه او الدوله، اختياراتكم كانت بناء على ايه؟ اختيارك كان بناء على ايه للفرقه دي اللي انت تنضم لها وتنتمي ليها؟ الانضباط، الالتزام، الرساله اللي بتوصلها للفكره نفسها، ان الفرقه بتوصل رساله ولا بتعمل فرقه عشان تضيع وقت مش اكتر. المخرج الموجود يعني هيقدر يطلع منك ممثل ولا تفضل قاعد برضو يا دوبك في الكرسي مش اكتر. طب هل احنا عندنا يعني رفاهيه الاختيار ما بين فرق كتيره في اسكندريه؟ هل في فرق كتيره في اسكندريه ممكن نختار ما بينها؟ في فرق كتير جدا. بس الفكره بقى ان كل ممكن اروح في فرقه تانية تكون اقوى، يعني ممكن لسه فرقه مبتدئه، ممكن اروح فرقه تانية اقوى انا ما كنتش مستريح فيها. طب انت ايه اللي خلاكي تنضمي للفريق العمل ده؟ مبدئيا انا عرفتهم قبل كده يعني، فهم قبل اي شيء طبعا هم اخواتي، فحلو قوي روح التعاون وروح الحب بعيدا عن الشغل، فان هم كله اخوات بيخافوا عليكي ان انت في بيتك. مش محتاجه انك حتى اهالينا هم مطمنين واحنا معاهم، لو سافرين لو رايحين لو بنعمل شغل الوقت متاخر فما فيش مشكله. احنا مطمنين لان احنا في وسط اخواتنا واخواتنا الكبار، فما فيش مشكله. بس طيب قبل ما اجي لحضرتك عشان احنا دايما بيبقى فيه كلام كده كبير بيتقال معاك، كلام كبير مش كلام كبير في الفهم لكن كلام كبير في المعنى. تقى وطارق، هل في مثلا سكتش معين ممكن تقدموه لنا مع بعض ولا لا؟ وممكن لو احمد بيشترك معاكم فيه بلحن ولا صعب؟ هو في سكتش لطارق موجود معانا ممكن نشغله. طارق مونو يعني طارق لوحده. انت بتطلع لوحدك فانا ممكن اجيبه لك وممكن نشغله يعني. استنى اتعرض في مركز ثقافه سيدي جابر. تمام. لسه من فتره قريبه جدا. ايوه تمام. لسه معروض. لا ده ايوه. طب العمل كان بعنوان ايه؟ اسمه ايه كان؟ شغل. هو مونو دراما. تمام. ممكن طارق يتكلم عنه اكتر يعني. طارق يتكلم عشان هي فكرته. على فكره انا مجرد بس شاركت يعني ايه في التوجيه، لكن هي فكرته من الاول للاخر يعني. اتفضل. بصراحه مركز ثقافه الجبل كان ساعدنا جدا.
سكتش صغير جدا. طارق، انت كنت عايز تقول ايه من خلال السكتش ده؟ ان البلطجه او الافتراء او الظلم ليه حدود، واكيد هيجي يوم مثلا وربنا هينصف الغلبان او اللي هو ماشي لوحده. احنا دلوقتي السلسله اللي ماشي دلوقتي الشعب اللي هو القوي هو اللي بيعيش، او الغني هو اللي بيعيش، اما الفقير او الغلبان بيتراكنوا على او القوي. القوي مش بس قوي ان هو يبقى غني، قوي في منصب، قوي في جسم، يعني هو ده مهما كانت ليها نهايه، يعني اللي هو عمل النهايه اللي هو كده ربنا هيحاسبك، ربنا فيه اقوى بقى. طيب تقى انا عايز اتكلم عليها وهخليها هي تمثل دلوقتي. ايوه. تقى اصلا انت شايفه الكسوف والكلام ده، لما جيت حطيتها في دور في العرض بتاع الضحيه الوهم اللي هو حضرتك شفتي جزء منه، حطيتها في دور ست بلدي جدا وام واحده عانس اصلا مش لاقيه جواز، وبتطلع حتى بمغرفه من المطبخ يعني. فانا يعني انا هطلب منها دلوقتي على الهوا بقى تبدا اللي هي تدينا حته كده، حته بقى تستجمعي حته من الدور اللي انت قدمتيه، يعني اعتبريني انا البطل نادر. طب قبل ما تبداي، انت هل استحضرتي شخصيه معينه، ممثله معينه في بالك، حاولتي ان انت تعيشي الدور زيها مثلا؟ لا، انا كنت ممكن يعني في الاول طبعا انا كنت مكسوفه جدا ان انا اطلع وامثل وبتاع، مش دورها، غير طبيعتي، ان انا مش عارفه اتعامل كده، وده الحلو، وان انا يعني بتعامل المفروض بطريقه بيئه جدا، فده بالنسبه لي صعب حتى في الهزار، في الضحك بتاع. وصلت في وقت من الاوقات ان انا بقيت بتعامل في بيتي كده معاهم كده، خلاص بقى اللي هو انا لازم ابقى واخده الشخصيه دي كده، تتقمصي. اللي هو كان عندي مشكله ان انا كل ما اجي اشتغل اضحك. فكانت مشكله كبيره جدا بتواجهنا. احنا كمان انت فكرتيني بشخصيه سلوى عثمان، عفوا سلوى خطاب. ايوه هي صاحبه عملت دور بعمرها كله، يعني كل ادوارها هي في الدور ده تميزت جدا، طلعت تاجرة مخدرات وبطريقتها اثبتت حضور غير طبيعي. سجن النساء ان هي اثبتت حضور غير طبيعي، ويعني برعت بجد في هذا الدور اللي هي عمرها ما قامت بيه قبل كده. فطيب قولي يعني ورينا بقى، ادينا حته كده. انا نادر فتعاملي معايا بقى. اول يعني دخلنا اول ما دخلتي المفروض امسكه يعني اضربه، بقول له انا سامعاكم من ورا الباب. اهدي كده حماتي بس، واهدي كده وكل حاجه هتبقى تمام. جاتك حمى يا بعيد، ده انت خاطب البت عشان تيجي تدفع عندنا وتغور بلا وكسه. ليه ليه يا حماتي؟ ده انا جايب لك حتى كيس حرنكش من قيمه يومين. ايه حرنكش ايه وحرنكش؟ انما عمرك ما دخلت علينا حتى بحزمه جرجير. انا دخلت الدنيا في بعضها. طيب احنا بس بنحاول نفتكر، هو مش دوري يعني، انا بحاول افتكر الدور الثاني يعني. ده كان جزء من طيب قبل ما ارجع لاحمد تاني،
احمد، يعني فعلا انت الحانك او عفوا غناك كله رومانسي؟ لا لا، يعني يعني عامل شغل بيبقى فيه. رومانسي وعامل شغل مقسوم وعامل شغل دراما، عامل كل شغل. طيب، استاذ رامي، حضرتك قلت لي انك خريج تربيه، وانا عارفه من لقاء سابق ان انت كنت بتدرس تاريخ ده بدرس تاريخ لحد وما الآن. زلت وما زلت. ما بطلتش. ما- لا، ما هو انت بتدرس تاريخ جوه المدارس وتدرس تاريخ على خشبه المسرح، لانك بتحاول ان انت انا بس مش في مدرسه، يعني انا آه. بدرس معايا خاصه كده وبتاع، يعني مش شغال في مدرسة. مع التلاميذ يعني آه. حتى بتدرس لهم. بتحاول ان انت يعني فكره التاريخ دي مسيطره عليك، طبعاً. لان انت من خلال. ده حقيقي. طيب، قولي، هل بتستخدم اساليب مختلفه ان انت تتعامل فيها مع الولاد؟ ده حقيقي. اولا هو كليه التربيه الميزه اللي قدمتها لي غير التدريس، اللي انا اعرف اتعامل فعلا مع ناس اصغر مني سنا، وده بطرق علميه، يعني طرق تربويه، تمام، اللي انا ازاي اتعامل مع البعد النفسي والبعد الاخلاقي والبعد الديني مع ناس اصغر مني سنا. فده فادني جدا في موضوع التمثيل، وفادني جدا في موضوع القياده في التمثيل او في الاخراج او الكلام ده بالنسبه للتعامل. بالنسبه بقى للتاريخ، لا، التاريخ فادني جدا في التاليف، وفادني جدا في ان انا اقحم التاريخ في حاجات ياما جدا. وده اللي احنا بنشوفه على خشبه المسرح اللي انتوا يعني انتوا بتقدموها. في العرض الاخير كان في جزء كبير جدا مواجهه بين الحضاره الفرعونيه القديمه وبين المستقبل والنت والتكنولوجيا والكلام ده، لكن مواجهة. بالاسلوب الحديث بقى المعاصر، اللي هو يعني تتفاعلوا فيه من خلال ادائكم ده. المشهد ده انا اللي دخلته في العرض، يعني هو انا مش كتابتي العرض، يعني. انا مش كتابتي العرض اللي فات ده كان كتابه استاذ محمد الشناوي، لكن انا ادخلت المشهد ده، يعني انا عملته في الاعداد ودخلته في المشهد. طيب احمد، احنا للاسف الوقت عمال يجري كالعاده. فاحمد عايزين نتكلموا عن فريق الغنى يعني. عايزين كمان نسمع منك. بص، قبل ما اسمع حاجه بس انا عايز اقول لك الفكره جت لنا ازاي. على فكره انا ورامي اصحاب من كلنا اصحاب. انت مايسترو الفرقه، مش كده؟ رئيس فريق مايسترو رئيس فرقه. احنا اصحاب من زمن كبير قوي. هو كان رامي اصلا كان بدايته معايا ان هو كان بيكتب اغاني، كنت باخد الاغاني دي والحنها قبل يعني ما اعرف ان هو ممثل او الكلام ده. فجت لنا الفكره ان هو بدا، ما هو الحمد لله عمل حاجه في مجاله وانا عملت حاجه في مجالي، كنا بعيد عن بعض. انتوا تجتمعوا مع بعض في وانا كنت في القاهره، كنت حوالي اكتر من 4 سنين في القاهره. فرجعت بصيت لقيته عنده فكره جميله، فانا شجعني عليها بجد، واستفزتني اول فكره ان هو ليه كل فنان عايز يمثل، عايز يغني، ليه اروح القاهره؟ ليه اجري ورا الفرصه في القاهره؟ ليه كده؟ ليه ما يكونش اسكندريه اللي هي يعني زي ما بيقولوا منبع الفن؟ بالطبع. وعلى فعلا دي حقيقه، لما بيروح القاهره فعلا بيخافوا منه، ده في وحش جاي لنا من اسكندريه بجد، في الالحان، في الغنى، في التمثيل، في كل حاجه، حتى في التاليف وفي الاشعار، في الكتابه، في الروايات، في ادباء يعني. بالظبط. فاتحدنا مع بعض الحمد لله وكوننا فريق يعني تمثيل وغنى. بدأ هو يشوف المواهب اللي هو عارفها وتعامل معاها قبل كده، او في حتى مواهب جديده يتعامل معاها، وبدأ ان هو يدربهم في الاخراج والتمثيل وكده. بدأت ان انا برضه اعرض الموضوع على مطربين انا اعرفهم او مطربات، وباجي وبسمع الاصوات وكده، وببدأ معاهم تدريبات صوت وسولفيج وكده، لغايه الحمد لله ما كان اول عرض لينا في كفرقه، يعني مش كشغل احمد ورامي، كان له على مسرح الجامعه، وبعد كده الحمد لله عملنا قصر ثقافي في دجاب ان شاء الله، يعني ان شاء الله. انا عايز اشكر ناس بس قبل ما ننهي. انا عايزه احمد يقول لنا، يعرفنا، يسمعنا حاجه قبل ما الوقت بتاعنا يخلص بس. طب نحب نسمع ايه طيب؟ انا بحب عبد الحليم قوي الحقيقه. اي حاجه لعبد الحليم جميله. أول مرة تحب يا قلبي، وأول
محمد ويا رب دايما ايامك تكون كلها فرح واماني واغاني كمان. سريعا يا رب، انت عايز تشكر مين بسرعه؟ عايز اشكر العرض من اول ديكور وملابس، يارا ورودي وطقه اشتركت برضه في ديكور وملابس. عايز اشكر مهندس الصوت اللي كان معانا حسن ابراهيم. عايز اشكر في الاضاءه امجد زيتون وجيفارا والمشهد. عايز اشكر الممثلين كلهم بقى من اول اوتاكا، وليد، حاتم، سراج، مؤمن، امام، سهيله. عدد كبير قوي. فعايز اشكر الناس كلها. عايز اقول بس ان الفرقه دي حاولت اللي هي تتلافى اي عيوب او اي خلافات كانت موجوده في اي فرق تانية. حاولنا ان احنا نعمل اساس على مبدا واخلاق مختلفه. انتوا فرقتكم اسمها ايه علشان لو حد عايز؟ لينا صفحه ولينا صفحه اللي حابب ان هو يتواصل معاكم او يشوفوا يعني كل المطربين وكل المطربات. على فكره تقع معايا في الكورال، بس هي النهارده صوتها تعبان شويه. طيب انا بشكركم، كل سنه وانتم طيبين. الستايلست الفرقه منى عزب. مهندس الصوت معايا برضو حسن ابراهيم. طيب انا بشكركم وبحيي طبعا كل اللي ما كانوش موجودين معانا النهارده، كل فرقتكم، وبتمنى دايما ان شاء الله التوفيق لكل يعني الشباب كده اللي فعلا عندهم رساله حلوه قوي، حاولين ان هم عاوزين يوصلوها للناس عشان يغيروا للاحسن. بشكركم، صباح الخير، كل سنه وانتم طيبين.